لله علينا أفضال نحن معشر العصاة. أول فضل الستر، وما منا من أحد إلا ويعلم أن الله ستره. اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب، لطالما سترت على ما تكره. ولأجل هذا سمى نفسه الستير جل جلاله. ليس هذا فقط، بل رتب على من يراك وأنت تعصيه فيستر عليك، قال سأستره يوم القيامة وأنت تعصي. أما أنه لو شاء لم يفضحك في حارتكم ولا في المدينة ولا في الدولة. أما أنه لو شاء وفعل، لو شاء لجعلني وإياك بعد المعاصي اللي سويناها ما نرفع رؤوسنا. هذه فتاة تخرج مع زميلها وصاحبها ثم تعود تضحك، والله جل جلاله يغار من فوق عرشه وينومها ما كأنها سوت شيء ولا أذنبت ولا فعلت أي شيء، وتكلمه بعدها تتذاكر الأمور الطلعة ولا كأن الله جل وعلا قد عصي. تطلع مرة ثانية إلى أن حان الحين والله رب العالمين قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أراد الله جل جلاله الذي قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أراد الله أن ينهي نشاط هذه الفتاة. خرجت معه يوم من الأيام والله جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. خرجت معه وقدر القدر ربي جل جلاله وهو مستو على عرشه ما قدرناه حق قدره. قدر القدر وأمر الأمر فانقلبت القلوب، ثم زنى بها وجاء بأصحابه زنوا بها، ثم جاء بعامل عندهم من العمال وزنى بها، ثم صورها وهي تستنجد، ثم يقول لها أنت أقل عندي من الجزمة، أنت أصلا مستواك أقل من مستوى حذائي يجلكم الله. سبحان الله. هل رأيتم الله جل جلاله إذا أراد أن يذل أحد كيف يذله؟ هل رأيتم الستير إذا هتك الستر ما فضحها في حارتهم، فضحها في الدنيا. والله ما اتصل علي زميل لي من بريطانيا يقول جاني إيميل من عندكم فتاة صار معها كذا وكذا. جل جلاله إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لو كانت هذه الفتاة معاقة ما تجد من ينظفها بعد كل وجبة والله ما تخرج. لو كانت هذه الفتاة تغسل كلاها 8 ساعات ما خرجت. وإذا أنعمنا على الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. لكن المسألة ما انتهت هنا، أن يفضحها الله جل وعلا ويفضحه. هو ما زنى فيها في بيتها، خرجت معه والله جل جلاله يغار. المسألة ما هي بهنا، المسألة ملايين تداولوا الصور. والله وعد أن يوقفنا جميعا، والله الذي وعد لا يخلف الميعاد. وقال يحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والله ملايين ما منهم من رأى الصورة واستلذ أو رآها ونشر أو رآها وفكر إلا وسوف يحشرون كلهم يحملون أوزارهم ومن أوزارهم على أوزارها وأوزار الذي صورها. قدمها الله جل وعلا عبرة للذين لم يفضحوا وهو يراهم، فهل هم منتهون؟ قدمها الله جل وعلا عبرة لكل عائلة ما تدري وين بناتها رايحة،
فهل هم منتهون؟